السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا يا جماعة بشغل جديد من مكان جديد، شغل أخوكم خالد الفقراني لبناء أبراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. احنا هنا هو بنعمل ايه؟ عملنا مزرعة حمام لاحق فرنساوي، واشتغلنا بالفخارة الكبيرة اللي تمشي لأي نوع حمام. قبل ما نبدأ ونتكلم ونشرح اللي احنا عملناه النهارده، كل اللي انا طالبه من حضراتكم لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان نشوف كل جديد وحصري. عملنا ايه النهارده؟ مزرعه على مساحه 100 متر، حطينا فيها 1000 فخاره. ال1000 فخاره ده من الحجم الكبير، بسم الله ما شاء الله. لو هنبص كده فخاره ممتازه حلوه واسعه، في شبابيك والدنيا رايقه. المزرعه دي كانت شغاله فراخ، ولكن المزرعه دي وقفناها شويه، او صاحبها وقف المزرعه شويه لحد لما كلمنا وشاف شغلنا، وجينا هنا المكان ونفذناه في يوم واحد باذن الله. احنا فين؟ احنا في الجيزه، احنا في محافظه الجيزه. اشتغلنا بالفخاره الكبيره. احنا بنشتغل في اي مكان في مصر. الفخار ده حمام هيتربى فيه، حمام هيسكن جوه هنا، هيبيض. بعد ما يبيض هيفقس. الفقس ده اللي هو الحمام الزغالين بينباع، بنسوقه للمطاعم للهايبرات، بنبدا بيه مشاريع تانية عند ناس تانية، في اماكن تانية. شغلنا في كل مكان في مصر، احنا شغالين الحمد لله في كل مكان. فضل ونعمه اسمنا، عملنا اسم كويس ومحترم بنحاول نحافظ عليه. الحمد لله رب العالمين. احنا بنبني، لما بنبني الفخار ده بنبني بطينه. الطينه دي اللي انا عايز نوريها لحضراتكم، تعالوا يا جماعه. الطينه ده اهي لسه طريه، طينه او طميه او شرب او راتش او خرط، بتتخمر ونحط عليها طينه وبنحط عليها تبن ونحط عليها ميه، وبعدين نخمرها ونعملها عجينه ونشتغل بيها. هترطب على الحمام بعد كده. بعد ما ترطب على الحمام مفيش بيض هيبوظ، بعد ما الحمام ما بيفقس مفيش زغاليل هتموت، بيبقى الشكل كويس. بيبقى الشكل كويس والدنيا بتدور معانا واحده واحده. المعلم حنا كان معانا من اول الشغل، ربنا يبارك له، صاحب المزرعه. ما سابناش من الصبح من ساعه ما وصلنا واحنا شغالين. ربنا يبارك له، هيبقى احسن واصغر مربي حمام في مصر باذن الله. راجل من الرجاله المحترمه اللي صوته هادي، وربنا يبارك له يا رب ويخلي له ابوه، راجل محترم. هننزل الحمام ان شاء الله مع المعلم حنا هنا، هننزل حمام وهنعمل فيديو قوي جدا 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 واحنا في المزرعه هنا. احنا فين؟ ما تقولش، احنا في الجيزه، صح؟ على صوتك. احنا في الجيزه. هنيجي هنا وهننزل حمام وهنعمل فيديو قوي جدا هنا من المزرعه ديت مع المعلم حنا، واحنا بننزل الحمام باذن الله خلال ايام. ده شغلنا، مش هنشرح ومش هنتكلم كتير. كل اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ده شغلنا. اي حد حابب ينفذ مشاريع ابراج الحمام او عنابر الحمام، تليفوني على الشاشه مكتوب، يتواصل معايا وانا تحت امره. الفخاره الكبيره لا يعلى عليها ان انت تنفذ بها مشروع. ما تشتغلش في فخار صغير علشان هتخسر فلوسك، ما تشتغلش في فخار صغير عشان هتخسر فلوسك. اخر مره ما تشتغلش في فخار صغير عشان هتخسر فلوسك. غير كده ربنا معاك او ربنا يساعدك. ده اللي انا عايز نقوله، ده اللي عايز نشرحه. انتظرونا في فيديو جديد واحنا بننزل الحمام من مزرعه المعلم حنا. اخوكم خالد الفقراني لبناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. شاكر للمتابعه، يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.